تونسي خسارة المباراة اللي كان المفروض ما يخسرهاش في هذه الكأس العالمية، رغم أنه الشوط الثاني كان ممتاز وكان مسيطر فيه المنتخب التونسي. صحيح، نافع ضيعنا شوط كامل، ما دخلناش بالقضية في الماتش عكس الفريق المنافس دخل كما حب هو. قبلنا هدف، حاولنا باش نرجعوا في المباراة، جاتنا عديد الفرص الشوط الثاني، حتى في الشوط الأول معناتها جاتنا فرصة معناتها كنا نجموا نسجلوها، مي الله غالب اليوم الحظ ما حالفناش، الكرة ما حبتناش، حاولنا بكل ما عنا. هذاك لو نيفو كي تلاتي شوط صعيب باش ترجع. ياسين يعني على عكس مباراة الدنمارك اللي كانت ممتازة تكتيكيا، المنتخب التونسي فرض نسق اللعب اللي حبوه على المنتخب الدنماركي. اليوم يعني شاهدنا وكأنه المنتخب التونسي سهل مهمة أستراليا، وتكتيكيا يعني خاصة لاعبي المحور لعبتوا اللعب اللي حبذوه الأستراليين بتطويل كرات عديدة في الشوط الأول. المنتخب الاسترالي قرانا مليح، على كل كرة في المحور الدفاعي يجي بريسي، ما نجموش نلعبوا كرة القصيرة اليوم عكس ماتش الدنمارك. دونك حاولنا نلعبوا الكرة طويل ونخلطوا على الكرة الثانية. كما قلت لك ضيعنا شوط تكتيكيا، حاولنا نرجعوا في الشوط الثاني. نتصور كانت السيطرة كل عنا في الشوط الثاني وبرشا فرص، مي على الأقل ما كيناش. شوف في عينيكم كثير حسرة أكيد، وأنه جماهير كبيرة كانت اليوم تقريبا 30,000 تونسي والملايين يتابعوا فيكم عبر قنوات بي إن سبورتس، أكيد خيبة أمل كبيرة ياسين. أكيد حلمة جوارات وحلمة شعب دور 16 باش نمشيو للدور الثانية. اليوم صعبت شوية، كل شيء جايز في الكورة ما صعبت شوية. أكيد تأثير وأكيد مانيش فرحانين بالشيء هذا، إن شاء الله ربي يعوضنا خير. شكرا لك ياسين مريح لاعب المنتخب التونسي.